I'd like to welcome the floor to the Vice Chairman of the Board of Trustees of Seaworth University. Please welcome on board Al-Ustad and Mohammed Khamis. Please welcome. I would like all the students in the department to welcome him cordially on the floor and have his speech delivered. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس مجلس أمناء جامعة سيمان الدكتور عبد الرحمن العلام، سعادة مدير جامعة سيمان الأستاذ عبد الرحمن محمد حسين، سعادة مدير جمعية العلوم المباشر في صومان الأستاذ حسن بدوي، السادة أعضاء مجلس الأمناء، أعضاء هيئة التدريس، إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت التي سبقتني تحدثت بلغة عربية ممتازة. فأخيركم، هل تريدون أقول كلمتي باللغة العربية أو بالصومالية؟ لا هناك اخوان تقول العربيه، سمعت من العربيه ولذلك تحتاج العربيه. اخواني واخواتي، ليس عندي كلمه، ولكن اريد ان اقلب صفحات التاريخ 15 سنه وارجع الى عام 1996 حينما كنت شابا جامعا أتردد على الصومال كثيرا كمدير لجمعية العلوم المباشر في شرق أفريقيا. الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله مؤسس الجمعية كان همه ورؤيته التعليم. التعليم هو في المقام الأول، ولذلك تميز عمل جمعية العلوم المباشر في الصومال في أمور كثيرة من أهمها التعليم. فمنذ انطلاقة المكتب انطلاقته الجديدة بعد الأزمة الصومالية في عام 91 أسس المكتب عدة مدارس ابتدائية ومتوسطة. في عام 96 بدأنا نفكر بثانوي، وفعلا انشئت أول ثانوية لجمعية العلوم المباشر في الصومال، وهي ثانوية أحمد ولي. تم شراء الأرض وتم بناء المبنى، وكان أول مبنى يبنى بعد الأزمة الصومالية. بعض الناس وصف الجمعية بالجنون وهدر المال، ولكن بفضل الله عز وجل أصبح مدرسة أحمد قري علامة بارزة في سماء مقديشو. في عام 98 حينما اقترب تخريج الدفعة الأولى من أحمد قري، جلسنا مع إدارة المكتب ونفكر في هؤلاء أين يفكرون. فكان التفكير في إيجاد مؤسسة للتعليم العالي، فكنا نقدم رجل ونؤخر أخرى، هل نفتح أم لا نفتح؟ هل نقدم أم نحجم؟ فتم تأسيس معهد يعني تصدير معهد اسمه المعهد الصومالي للتنمية الإدارية سيمان. Somalian Institute for Management and Administration. Development. فالمعهد الصومالي للتنمية الإدارية واختصاره سيما بدأ في مبنى
كان صغير جدا، وعدد من الطلاب قليل جدا، وبميزانية تشغيلية قليلة جدا، لكن بطموح كبير جدا. في عام 2000 تم شراء الأرض اللي فيها الآن الجامعة، ثم تم بناء الجامعة، وبدأ المعهد يقوم برسالته خير القيام منذ أن كان فخامة الرئيس الشيخ حسن مديرا للمعهد، وبعد تجديد الأستاذ عبد الرحمن محمد حسين مدير الجامعة. فبدأنا بطريقة أظن أنها كانت فيها شيء من الاحترام، حتى يعني هذا الكلام ربما الدكتور عثمان حيلان لا يمكن، حتى جاء الدكتور عبد الرحمن حيلان في عام 2007 أو 2008 وكون مجلس الأمناء وأصبح رئيسا لمجلس الأمناء وفيه مجموعة من الأعضاء الفاعلين، وكان من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء في اجتماعه الثالث أو الرابع لا أذكر تحويل معهد الصومالي للتنمية الإدارية إلى الجامعة. جاء التفكير ماذا نسمي هذه الجامعة؟ هل نسميها الجامعة الصومالية للتنمية الإدارية؟ هل نسميها الجامعة للتنمية الإدارية؟ فكانت هناك عشرات الأسماء معروفة، ومن ضمن هذه الأسماء جامعة سيما. وهذا اليوم في عرس من أعراس الجامعة. شكرا. والمثل العربي يقول من جد وجد ومن زرع حصد. فأخوانكم في عام 96 أعضاء المكتب جميعا جدوا واجتهدوا وزرعوا، وهذه الفترة اليوم أنتم الخريجون اليوم 600 خريج وخريجة، وسبقكم آلاف الخريجين، بلدكم ينتظر. الصومال يئن ولديه مشاكل عديدة، وهذه المشاكل تحتاج إلى سواعد تبذل، وأظن أن مثلكم إن شاء الله تعالى قادر على أن يبني البلد، وقادر على أن يضع طوبة، يعني طوبة شنو طوبة؟ ها؟ لا، طابوقا في بناء شاهد، وكل من وضع فيه طابوقا سيكون أجره عند الله عز وجل كبيرا، وسينطبق عليه المثل العربي الذي بدأت الحديث به من جد وجد ومن زرع حصد. أتمنى لكم إخوان وأخواتي الخريجين والخريجات التوفيق والسداد، وأن تكونوا إن شاء الله تعالى غناة لهذا الوطن المعطاء وللعلم. الصومال في القرون الماضية يعني قبل 150 سنة كان منارة من منارات العلم ومنارة من منارات الحضارة. تقابلت مع رجل صومالي كان يحمل الجواز السعودي، قابلته في المطار استغربت، قلت له أنت سعودي؟ قال نعم أنا سعودي قبل أن تأتي أنت إلى الدنيا. قال نحن